يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هنعمل طاجن بطاطس بالكركم، إنما إيه طعمه هايل، من أسهل وألذ الطرق اللي هتعمليها في حياتك. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. في الأول كده بسم الله، هاتي الطاجن اللي عندك وهنقشر كيلو بطاطس ونقطعه صوابع بس تكون تخينة، ومعانا بصلتين كبار هنقطعهم شرايح، واتنين فلفل حار أو بارد هنقطعه شرايح، وتقريبا 10 فصوص توم هنقطعهم شرايح. نركن الخضار على جنب، ومعايا تقريبا لتر من الشوربة، بس الشوربة عندي يعني لونها غامق شوية عشان هي شوربة لحمة مشوحة، ففيها كده لون غامق شوية. المهم هنحتاج اي نوع شوربة عندنا، سواء شوربة فراخ او شوربة لحمة، وهنحط لها معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة مليانة كركم، ومعلقة صغيرة مليانة بهارات، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة قرفة. ونقلب المكونات دي كلها مع الشوربة، بس خلي بالك عشان القرفة هتلاقيها عايمة شوية على الوش كده، مش سهل ان هي تدوب في المرقة، فحاولي انت تقلبيها كويس. كده الشوربة جاهزة. نرجع تاني للخضار ونحط له معلقتين كبار سمنة، وممكن نبدلهم بالزيت. وبعد كده نجيب الشوربة وننزل بيها على الخضار ونبتدي نقلب. لو انت مش متاح عندك شوربة بتاعت فراخ او بتاعت لحمة، تقدري تعملي شوربة من المرقة، يعني اي مكعب مرقة او مكعبين مرقة وتجهزي شوربة وتعملي الطاجن ده، هيبقى تحفة. هنا انا بقلب كله مع بعض، وبعد كده هغطي الطاجن. عندي الغطاء الفخار، ممكن اغطيه بورق زبدة واقفل عليه بفويل كويس قوي. هدخله فرن سخن، هحطه في الاول على الصاجة تقريبا كده نص ساعة، لحد ما الطاجن يغلي والبطاطس الاقيها استوت. هي مش هتاخد وقت كتير. بعد كده هحطه تحت الشواية وبيطلع بالجمال ده. اسرع طاجن ممكن تعمليه في حياتك، طريقته سهلة قوي قوي، مكوناته بسيطة. مش هنحتاج طبعا للطماطم، بس الكركم والقرفة والبهارات في الشوربة خلوا البطاطس بطعم هايل. ونقدر ناكل البطاطس بالطريقة اللي شفتوها دي مع الرز الابيض، الرز بشعرية، رز اصفر مبهر، او رز حبة وحبة، يعني هو شغال مع كل انواع الرز. ان شاء الله هتلاقوا طعم لذيذ جدا جدا وريحة هايلة. جربوا الطاجن بالشكل ده وان شاء الله هيعجبكم، والسلام عليكم.